Leo Messi was in Barcelona to sign the new contract with Barca, and 6 hours later he was a free agent. ده فابريتسيو رومانو، صحفي إيطالي مسؤول عن تغيير شكل سوق الانتقالات في الكورة، والحقيقة بفابريتسيو كانت يعني مختلفة. في ميركاتو 2013 طلع أرسن فينجر وقال ده لجمهور أرسنال. Maybe we'll have a good surprise for you. A 5-year contract was put on the table to him. He has signed that. Mesut Ozil is now going to be playing in the Premier League for Arsenal. صفقة أوزيل كانت قبل نهاية الميركاتو بنص ساعة بس، وكمان غير متوقعة، والحالات اللي زي كده كانت بتخلي سوق الانتقالات ليه إحساس مختلف. مثلا في استطلاع رأي اتعمل على جزء كبير من جمهور الكورة عن إيه أكتر يوم فيه إثارة بالنسبة لهم في السنة، والإجابة باكتساح كانت آخر يوم في سوق الانتقالات أو ما يعرف بالديدلاين داي، وكنا بنقدر نشوف ده. الشبكات الإعلامية كلها بتغطي الأحداث لايف في الأندية، الجمهور قدام الملعب مستني نهاية السوق، وكله بيتعامل معاها على إنها فيلم، لحد ما ظهر فابريتسيو رومانو قتل الدراما والترقب وحول سوق الانتقالات لمجرد بوست على السوشيال ميديا. أكبر صفقة انتقالات بقت مجرد 3 كلمات. Here we go. اتولد فابريتسيو سنة 93 في نابولي، في أسرة بتحب الكورة ولكن عمرها ما اشتغلت فيها. انتقل لميلانو وهناك درس إعلام في الجامعة، وتقريبا انتقاله لميلان خلاه يشجع انتر ميلان هناك، أو معرفش هو كان بيشجعها قبلها بصراحة، في الآخر كلها إشاعات. بس الأكيد إن هو قال من قريب إن هو بيشجع واتفورد في الدوري الإنجليزي، وده عشان هو فريقه في كارير مود في الفيفا وفوتبول مانجر. Would you support Watford. how what how and why المهم ان هو بدأ يكتب في موقع FC Inter News، ولكن كان لسه عنده 17 سنة وهاوي مش محترف، يعني شاب عادي زي اي حد مننا عنده شغف لاي حاجة وبيعملها كهواية، لحد 2013 وقتها حصل مع فابريتسيو حاجة غريبة غيرت حياته. جاله اتصال من موظف ايطالي بيشتغل في لاماسيا، وكان قريب من اللاعبين الأكاديمية في برشلونة، وكان عايز يبقى وكيل اعمال للاعبين هناك، ماورو إيكاردي وجيرارد لوفيل، وطلب من فابريتسيو يكتب عنهم مقال عشان الناس تعرفهم اكتر، وبعدها قدر يبقى وكيل اعمالهم بالفعل. ومقابل اللي فابريتسيو عمله سرب له خبر انتقال ماورو إيكاردي من برشلونة بي لفريق سامبدوريا، واللي كان في الدوري الإيطالي في الدرجة الثانية وقتها. وبعدها بالفعل فابريتسيو نشر الخبر عشان ينتقل بعدها إيكاردي لسامدوريا، وزي ما بقول لك الصفقة ما كانتش مهمة عشان فابريتسيو نقل خبر انتقال لاعب من برشلونة بي لسامدوريا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، فمش حاجة مهمة خالص، وكمان كانت إعارة مش انتقال دائم يعني. ولكن دي كانت أول مرة فابريتسيو يحس الإحساس ده، والناس في الوسط الكروي والصحافة في إيطاليا بدأوا يلاحظوه. وهنا جت المحطة الثانية المهمة في قصة فابريتسيو، الشغل مع جان لوكا دي ماريتسيو، أشهر صحفي انتقالات إيطالي وقتها. تواصل معاه وبدأ يوجهه ازاي يتأكد من الأخبار، يتواصل مع مين، ازاي يكتب بصياغة احترافية، وكمان فتح له الباب ان هو يدخل سكاي سبورتس إيطاليا وهو لسه شاب صغير. هناك فابريتسيو اتعلم الصحافة بشكل رسمي، طريقة التحقيق، شبكة العلاقات، وكمان التعامل قدام الكاميرا. دي ماريتسيو بقى منتور ليه. فابريتسيو بدأ كمان يوسع شبكة مصادره في أوروبا، وكلاء، أندية، لاعبين، ومن مجرد شاب جاب خبر بالصدفة اتحول لصحفي عنده كريديبيليتي وسط الكبار. وفاكرين وكيل الأعمال اللي كلم فابريتسيو أول مرة رجع كلمه تاني في 2012 وقال له ان إيكاردي هينتقل مرة تاني، ولكن المرة دي من سامدوريا لإنتر قبل حدوث الصفقة ب6 شهور كاملين. And I started saying Icardi will go to Inter. Icardi will go to Inter. All the people were saying like it's November. How you can know that? It's going to happen in the summer. It's too early. It's not going to be confirmed. And at the end, Icardi joined Inter, and that's how my journey started. I entered into Sky Sports in Italy. والخبر ده كان أول خبر كبير ينقله رومانو. وبالمناسبة الوكيل ده بقى صديق شخصي ليه دلوقتي. واستمر فابريتسيو في نقل أخبار انتقالات مفاجئة، زي مثلا صفقة ماركينيوس من كورنثيانز لروما. فضل يشتغل في سكاي سبورتس إيطاليا لحد 2018 كصحفي انتقالات. لو عايز تكسب تيشيرت كوره او فريم بديزاين بتاع لاعب كوره، سيب كومنت تحت فيه توقع نتيجه مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان الجايه في دوري ابطال اوروبا. ولو عايز تزود فرص مكسبك سيب كمان توقع مين اللي هيسجل الاهداف. اهم حاجه تتاكد انك سايب اليوزر نيم بتاع انستجرام بتاعك تحت، ولو مكسل تسيب اليوزر نيم بتاعك اعمل كومنت وابعت لي على انستجرام، هسيب لك لينك الاكونت بتاعي في الديسكربشن. والفيديو ده احنا هنكسب 3 تيشيرتس و3 بوسترز او فريمز، وبعد كده كل فيديو هيكون فيه برضه جيف اويز زي كده، فتاكد انك تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نشوف الفيديو. في 2018 قرر فابريتسيو يبدأ في بناء البراند الشخصي الخاص بيه، فعنده فولورز كتير ولكنه كان مركز أكتر على الدوري الإيطالي. وفي الفترة دي كان بيحاول إنه يركز على كل الدوريات خصوصا الدوري الإنجليزي عشان يتشهر أكتر، وبدأ يستخدم جملة من 3 كلمات بس، Here we go. جملة عفوية طلعت بالصدفة، وكمان بيستخدمها من زمان قبل ما يتشهر. وفي 2020 كان في دراما كتير حوالين صفقة انتقال برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد. الإعلام التقليدي كان بيطلع كل يوم خبر متناقض، الصفقة تمت النهاردة، الصفقة انهارت بالليل، ولكن فابريتسيو كان مختلف، بيدي أبديتس كل فترة بأخبار محددة، المفاوضات، البنود، وكل حاجة. في الفترة دي بدأ جمهور اليونايتد يسيب الصحافة الإنجليزية والإعلام الإنجليزي ويركز مع فابريتسيو أكتر.
وهو قاعد يبني للصفقة فترة طويلة لحد ما نزل Here We Go. وقتها انفجرت السوشيال ميديا، وبعد الخبر ده وأخبار تاني كتير اتحول لأكبر مصدر موثوق للانتقالات في أوروبا وفي العالم تقريبا، لدرجة إن الموضوع اتحول معاه لميمز. أي مشجع عايز فريقه يتعاقد مع لاعب يكتب لفابريزيو رومانو، الفولورز عنده بقوا أضعاف، وهير وي جو بقت براند لوحدها، تي شيرتس، ميمز، وأندية بتعلن عن صفقاتها بعد إعلان رومانو، وسوق الانتقالات بقى إمبراطورية لرومانو. فابريزيو رومانو بالنسبة للصحافة هو زي الكونتنت كريترز بالنسبة للإعلام التقليدي، مفيش قيود مؤسسية قدامه ولا توجه بيخدمه، وده على قد ما هو فاده إن هو خلاه مستقل فيقدر ينقل الأخبار من كل الجهات، على قد ما هو بيضره لما حد بينتقده محدش بيدافع عنه، على عكس الصحفيين اللي بيكون في ظهرهم شبكات إعلامية تانية. عشان مثلا يطلع خبر في الصحافة أو في الجرايد لازم يعدي الأول على كذا فلتر، لازم يوافق ميول الصحيفة وتوجهاتها، ولازم نستنى لحد الجرايد ما تطبع، أو كمان الخبر ممكن يتقال في التلفزيون بس بيكون في برنامج مدته ساعتين، وكل الوقت ده بيكون عشان بس خبر بيتقال في ثواني. وده كمان بعد التطور في السنين الأخيرة، لأن أخبار الانتقالات طريقة نقلها اختلفت أو اتطورت الفترة اللي فاتت. مثلا في التسعينات أخبار الانتقالات كانت الأول بتكون في الصحف، صفقة زي انتقال رونالدو البرازيلي من برشلونة لإنتر كانت في صحيفة برازيلية، وبعدين الموضوع اتطور أكتر في بداية الألفينات. سكاي سبورتس جت وحولتها لدراما، برنامج كامل مخصص للانتقالات، صحفيين موجودين في الأندية وفي وسط الجمهور، والانتقالات اتحولت لمسلسل مستمر ما نعرفش ايه نهايته، ودايما بيكون فيه مفاجآت. والدراما دي زادت مع زيادة استخدام الناس للإنترنت، والناس بدأوا يتابعوا أخبار الانتقالات أونلاين وفي المنتديات أكتر. وبعدين جت فترة السوشيال ميديا وخصوصا تويتر، ومع ظهور السوشيال ميديا بدأ الصحفيين المشهورين يكتبوا هناك. وكان مين أشهر واحد وقتها؟ جيانلوكا دي ماريتسيو ما كانش بس أكتر واحد مشهور على التلفزيون، ولكنه كمان بقى أكتر واحد مشهور على تويتر. مسيرته بدأت في 94، ولكن شهرته الحقيقية جت في سنة 2004 لما بدأ يشتغل في سكاي سبورتس إيطاليا في برنامج كالتشيو ميركاتو، وبدأ يدخل على تويتر في 2012 أو 2013. كان متأخر عن ناس كتير، ولكن لما بدأ بقى أشهر واحد. وبداية دخوله على تويتر كان بهدف إن هو ينشر أسرع، وده اللي خلى الصحفيين الشباب زي فابريزيو يتابعوا أسلوبه. الصحفيين أونلاين بدأوا ينتشروا أكتر وبدأوا يحصلوا على ثقة الناس أكتر. وبعدين ظهر فابريزيو رومانو. فابريزيو كان أسرع، أخباره دقيقة، وبينزل باستمرار كل التطورات بدون راحة. وفي وقت الصفقات او قبل كمان ما تتم الصفقات دي ممكن النادي ما يكونش يعرف ان اللاعب بتاعه بيتفاوض مع نادي بره. بيتحقق من الاخبار، بيشتغل تقريبا 20 ساعه وبيبعت اكتر من 1000 رساله في اليوم. ده كلام فابريزيو عن روتين شغله فتره الانتقالات. فابريزيو مش بيستنى الخبر يطلع بعدين ينقله، ولكنه بيحاول يمشي ورا الخبر قبل ما يحصل. بيتابع الوكلاء واسر اللاعبين وعمال الانديه وعمال الفنادق كمان، وكل شخص ممكن يعرفه المعلومه في وقتها، وبعد ما بيتاكد منها بينشر الخبر، ونادرا ما بيغلط. وده اللي خلاه اكتر مصدر موثوق في العالم دلوقتي. عنده اكتر من 100 مليون فولور على كل البلاتفورمز، والناس بتتابعه في فترة الانتقالات أكتر من أنديتها نفسها. ناس كتير عندها مشاكل مع فابريزيو، جزء منها ظلم ومش حقيقي، وجزء منها ممكن يكون حقيقي. وانا شخصيا مش بحب النموذج اللي عمله فابريزيو في الانتقالات. بقيت حاسس ان الانتقالات عباره عن مجرد تويتس، فيديوهات على تيك توك وارقام بس، مفيش الحماس بتاع زمان ولا المشاعر اللي بنحس فيها مع كل صفقه. انا مثلا اخر صفقه اتحمست لها كانت صفقه عثمان ديمبلي ببرشلونه. كل حاجه بقت سريعه ومش ممتعه في نفس الوقت. فابريزيو مش بيحاول يغير ده. اي صفقه كبيره بتحصل او اي صفقه عامه بتحصل بتلاقي تويتس كتير عنها كل كام يوم لحد ما بتحس انك زهقت، ولما الصفقه تحصل بيكون فعلا راح كل الحماس. تخيل لو حد هيجيب لك هديه وكل يوم بيقول لك هجيب لك الهديه دي، لما بيجيبها لك فعلا بتكون فقدت معناها بدرجه كبيره. وده تقريبا نفس الاحساس اللي جمهور ريال مدريد حسه مع انتقال امبابي. واكتر صفقه كانت بالنسبه لي ممله الصيف ده كانت صفقه انتقال فلوريان فيرتس لليفربول، ويمكن صفقه الكسندر ايزاك. فابريزيو تقريبا نزل 50 تويت بيتكلم فيها عن صفقه انتقال فلوريان فيرتس لليفربول لوحدها بس في شهرين، وده غير الفيديوهات الكتير اللي نزلها والبوست في الابس التانية. انا اصلا عملت له انفولو من كتر ما زهقت من الموضوع ده، وهو بيعمل الموضوع ده عشان يلم ريتش حوالينه وبيعصره لاخر دقيقه، وده مفهوم بصراحه ولكنه ممل. وكمان مشجعين الكره الاجانب بيقولوا عليه تاب ان ميرشن، ودي معناها اللاعب اللي بيسجل الكوره والجول فاضي. وده لان فابريزيو صحفيين كتير طلعوا اتهموه ان هو بينقل الاخبار من صحفيين نزلوه اوريدي او من صحف عامه يعني، وبينزله بدون ما يدي كريدت للمصدر اللي نزله، فكانه بيسجل والجون فاضي. واكتر ناس عندهم مشاكل مع فابريزيو هم الصحفيين عامه، لانهم بيتهموه ان هو عمل مركزيه في سوق الانتقالات وقلل من قيمه الصحافه الرياضيه والعمل الجماعي، لانه بيسوق لنفسه ان هو بيشتغل لوحده، وده كله بدون فريق، مع ان ده مستحيل. وكمان بيصلع الصحافه الرياضيه وبيعمل حاجات رخيصه، زي انه ممكن يعمل لك فيديو او يكتب لك بوست لعيد ميلادك او ينزل لك تهنئه على صفحتك الشخصيه مقابل فلوس. Hey guys, Fabrizio Romano here. Breaking news for you. The time for the birthday has arrived for Mrs. Blessing Pondi.
Here we go. في أندية كمان ولاعبين بيكرهوه لأنه بينزل أخبار بدري قبل الصفقة ما تكون تمت أو في أثناء فترة المفاوضات فبيبوظها، وأوقات كمان بينزل حاجات ملهاش داعي زي مثلا خبر اعتزال أندريو سينيستا اللي كان عايز يعلن عنه بنفسه، ولكن فابريتسيو حرق الخبر. Breaking news and sad day in the world of football. Andrés Iniesta, the Spanish legend of Barcelona, now playing in Japan, has decided to leave professional football and retire with immediate effect. زي ما حرق البالون دور كمان السنة اللي فاتت، بعد كلنا ما كنا متوقعين إن فينيسيوس جونيور هو اللي هيكسب البالون دور، طلع كسبها رودري، ولكن الحماس بتاع الموضوع قل جدا بسبب حرق فابريتسيو الخبر. وأوقات كمان بينزل أخبار غلط متعمد أو بيروج للاعبين لغسل صورتهم في العالم، زي مثلا ميسون جرينوود نشر تويتس كتير عنه وكل شوية خبر لدرجة إن الناس كلها خدت بالها من الموضوع، ونشر كمان أخبار غلط زي إنه قال مثلا إن ميسون جرينوود خد براءة قضية الاعتداء اللي كانت عليه، ولكن في الحقيقة هو ما خدش براءة، واللي حصل إن هو تم سحب القضية أو تم إسقاطها بسبب انسحاب الشهود، وده غالبا بسبب يعني كلنا عارفين الأسباب، مع إن القضية أصلا كان فيها صوت وصورة يعني لكل اللي حصل تقريبا، بس زي ما قلت كلنا عارفين الدنيا بتمشي إزاي في القضايا اللي من النوع ده. وبغض النظر عن القضية واللي حصل فيها، ولكن النشر المستمر لفابريتسيو عنها مش أكتر حاجة أخلاقية، أو مش عنها بقى كمان عن اللاعب، ومحدش يعرف هو بيعمل ده مقابل فلوس ومقابل علاقات، ولكن بالتأكيد بقى اللي احنا نعرفه هو التحقيق اللي نزل في 2024 في جريدة دنماركية على شركة ميمو بي آر المرتبطة بفابريتسيو رومانو أو اللي هي بتدير له كل شغله تقريبا. كان في وثائق انتشرت في التحقيق ده، ومن ضمن الوثائق دي كان في ايميل مبعوث من شركة فابريتسيو دي لنادي كوبنهاجن ونادي تاني في الدوري الدنماركي، وكان مكتوب في الايميل ان احنا نقدر نروج لقصة الانتقالات بتاعتكم عن طريق فابريتسيو رومانو، بوست ب 1000 يورو لو فيديو مقابل 6000 يورو، ونادي كوبنهاجن طلعوا اكدوا المعلومة وكمان نشروا تفاصيل الواقع كلها، وحتى مدير التسويق في النادي التاني في الدوري الدنماركي طلع قال ان هو في خلال 7 سنين من شغله كمدير تسويق جاله عروض كتير جدا غريبة، ولكن ده كان اغربها، وبعد الحادثة دي عمل انفولو لفابريتسيو فورا، وده بيأكد انتقاد الصحفيين ليه وبيخلينا نسأل هل فابريتسيو صانع محتوى اكتر منه صحفي؟ اللي بيحصل دلوقتي في سوق الانتقالات مش مختلف عن اي حاجه بتحصل في جانب تاني في حياتنا، كل حاجه بقت سريعه، اي حدث بقى مجرد سكرول على السوشيال ميديا، فاثناء مطارده السرعه والاخبار السهله فقدنا الاحساس بالمتعه والترقب، وسواء اتفقت او اختلفت مع فابريتسيو ولكن ما تقدرش تنكر ان هو شاطر وقدر يغير سوق الانتقالات كلها في الكوره وبقى جزء اساسي من الفوتبول كلتشر. واخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تعرفني تحت في كومنت ايه اكتر صفقه اتحمست لها السيزون ده. شكرا على المشاهده، سلام. So a lot of players are directly texting, or I'm texting them too sometimes, to ask information. Or sometimes they tell me, please can you say something about me because I want to leave the class. So yes, it's happening. So do you ever anger football clubs? Do you ever get managers or coaches or coming on to you saying, why are you doing this? You got that wrong information, or you're pushing our player down a certain route? Yeah, it always happens. I won't say every day, but it's always happening, and I think it's normal. I am Fabrizio Romano, and I'm gonna show you how the transfer market really works. Here we go.